مشجعين الكرة في كل مكان، أحلى مسا عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من جوهري وصاحي ومنتخبنا في أفريقيا. وأكيد هنتكلم النهاردة عن القرف اللي إحنا شفناه. وأنا الصراحة النهاردة مش ناوي أتعصب ولا أتنرفز ولا أضايق نفسي. يكشي المنتخب يولع بلاعيبته بالكرة المصرية كلها. أظن كفاية رغي أول حد كده، ويلا بينا نخش في الملعب. نبدأ منين بقى؟ مش عارف نبدأ منين يا عم سيحو في الماتش القرف اللي إحنا شفناه ده. تعال نبدأ بالتشكيل. نبدأ بالتشكيل. أي حاجة نرغي فيها. بالظبط كده. قول يا باشا. ابتدينا بمحمد الشناوي، باك رايت. ريح هاني الماتش ده، ابتدى بعمر كمال. يعني من هاني لعمر يا قلبي لا تحزن، حقيقي مفيش فرق كتير. السيرد باك شفت الهنا اللي أنا فيه؟ السيرد باك عندنا برضو ابتدى بحجازي جنب ناحية اليمين جنب عمر كمال، وجنبه محمد عبد المنعم. وناحية الشمال عندنا باك ليفت محمد حمدي. في نص الملعب ابتدينا بنفس الشكل تقريبا مع اختلاف الجوز بالظبط كده. يوم ما حبينا نغير فغيرنا زيزو ونزلنا امام عاشور، زي ما يكون زيزو هو اللي كان المشكله في اداء المنتخب في ماتش الافتتاح قدام موزمبيق. اللي حصل في الشكل الهجومي برضو غير تريزيجيه، نزل مرموش، ابتدى مرموش ومصطفى محمد وصلاح. بقى شكل المنتخب هو تقريبا زي ماتش اول ماتش، بس الفرق ان بدل ما كان زيزو بيبدل مع صلاح في الحته اللي قدام ونص الملعب، بقى امام عاشور وعمر مرموش هم هم الاثنين اللي اللي بيبدلوا بيبدلوا على بالظبط. بعض. ونفس الشكل تقريبا، ما شفناش فرق كتير في اداء المنتخب. الاداء الاستحواذ السلبي، مفيش فرص كتير بتتخلق، وده هو كله مش هي طبعا. عشان المشكله ما كانتش في ان زيزو بيربط مع صلاح ولا مرموش هيربط مع امام. هي مش دي المشكله. بالظبط كده. هو يعني هو يعتبر غير في التشكيله الباك اليمين وواحد في نص الملعب وواحد في خط الهجوم، عمل 3 تغييرات. بالظبط. عمل 3 تغييرات وما حصلش حاجه. طب انت ايه شايف ايه مشكله المنتخب الحقيقيه؟ بص يعني ايه اللي يخلينا ناخد 4 تجوان في اول ماتشين في البطوله؟ انا عايز اقول لكم على حاجه وركز معايا في المعلومه دي يا عم صاحي. ان احنا يا جماعه ما دخلش فينا 4 تجوان في اول ماتشين في بطوله افريقيا او كاس افريقيا، يعني او كاس افريقيا من بطوله 84، يعني من قبل ما انا اتولد بسنه. ايوه رقم كبير قوي 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 قوي. 84 ده احنا بنتكلم، خدت بطوله افريقيا بعدها كام مره؟ 86 98 والثلاثه بتوع المعلم حسن شحاته. 5 مرات. خدت 5 مرات بعدين. وغير كده بقى ماتش، يعني اللي هو اول ماتشين ما تكسبهمش في البطوله من سنه 92. لو ما تكسبش ماتش من اول ماتشين على الاقل. بالظبط كده، ما تكسبش ماتش من اول ماتشين على الاقل من سنه 92. فاكيد في مشكله كبيره، لان ده مش طبيعي. ارقام سلبيه كتيره جدا جدا جدا. فانت شايف بص ايه المنتخب، ايه الاساس؟ ايه المشكله جايه منين؟ بص المنتخب انا شايف ان احنا عندنا مشكلتين اساسيين. هو مشكله يعني مشكله تشكيل، مشكله افراد. مشكله تشكيل ابتدت بان احنا مصممين نعتمد على الشكل الرقمي في الملعب، اللي هو 2 بيلعبوا على الدايرة وقدامهم واحد، والوينجين والمهاجم الصريح. الطريقة دي يعني انت عايز تقول لي ان المشكله شقين، الشق الاول فني والشق الثاني على الافراد لعيبه، يعني مشاكل في الملعب نفسها، في تحركاتهم في الملعب. بالظبط. خلي بالك برضو في الشق حاجه الفني ناخده بقى من الاول كده. مشاكل فيتوريا ايه معانا؟ ما هو عايز برضو اقول لك ان في حاجه من يعني مشكله الافراد جايه من ايه؟ جايه من الشكل الخططي اللي موجود في الملعب عندنا. يعني عندنا مثلا 2 زي النني وحمدي فتحي، الاثنين تقريبا بتستنى منهم هما الاثنين نفس الادوار في نص الملعب، بس انت بتلاقي الاثنين محدش فيهم بيقدم الدور اللي الواحد بس المفروض يبقى هو اللي موجود في الملعب بيأديه لوحده. وزي ما اتكلمنا في حته مشكله الافراد اللي عندنا، جزء منها سببه ان احنا عندنا في مشكله في الشكل الخططي في الملعب، اللي هو عندنا 2 بيلعبوا 2 ستات من الاخر. 2 ستات دول 2 نسوان يا عم، مش 2 ستات. يا ريتهم 2 ستات. انت لو بتلعب ب2 ستات اللي هو ديفندر يعني رقم 6، كان زمانك قفلت الملعب. لكن دول لا مؤاخذه 2. هرجع اقول لك تاني زي المره اللي فاتت، الله يمسيك بالخير يا مسمار. الله يمسيك بالخير يا طارق. الله يمسيك بالخير يا طارق. كان لوحده بيشيل نص الملعب. هو الفكره ان انت متعود دايما من زمان ان انت عندك واحد زي طارق بيقف لوحده، هو اللي بيلعب مركز 6. بالظبط، ده حقيقي.
فاحنا الاثنين يعني ما بيقدمش الحلول الهجوميه اللي انت مستنيها منهم، اللي هو ينقلوا الكوره للوينجات. فالاثنين ما عندهمش حته البساط الاماميه، لازم كل البساط معظم الوقت يا اما على الجناب يا اما مش قصدي بنص طول الورق. الوقت، ده طول الوقت. بالظبط كده. انا ولا عايز اقول لك حاجه، انت حمدي فتحي ما حسيتش ان هو حلو وهو امام عاشور الا لما النني خرج. بالظبط كده. حسيت ان حمدي فتحي بيسقط وسط الاثنين السرد باكين، يقوم بدوره الدفاعي، وامام عاشور اتحرر وعارف يتحرك ويلعب دور الثمانيه وينقل اللعب ويلعب لمرموش ويلعب لتريزيجيه على الشمال. ده حقيقي. دي كانت مشكله كبيره فعلا. دي حاجه احنا هنتكلم فيها برضو، حته شكل الملعب، شكل المنتخب عامل ازاي، الشكل لا بس خلينا مكملين مع شكل فيتوريا بقى. احنا عندنا المشكله الاولانيه ان هو بيلعب باثنين ديفندرات مش قادرين يقوموا بدور الديفندرات اصلا. واحد فيهم يكفي، لان الاثنين مع بعض مش عارفين يقوموا بنفس الدور، بيرجعوا يعملوا نفس الاماكن. هتروح تاني على يعني هتسيب نص الملعب، لان مش نص الملعب بس هو اللي انت مستني منه. انت نص الملعب بالشكل ده هو ممكن يبقى حل ممتاز لو انت عندك اطراف جبهات تقدر تقدم لك الحلول من ورا. لكن انت عندك الجبهتين ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال، ما عندكش اي حاجه قدام بتقدم لك حلول هجوميه. محمد حمدي ناحيه الشمال طول الوقت، يوم ما بنوصل لقدام بلالين اي حاجه مقضيها بلالين. وانا حافظ ان وظيفه الباك ليفت لما يطلع قدام يعمل عرضيه، ايا كانت بقى العرضيه مش حد بينشن. المشكله مش انه بيعمل عرضيه، المشكله انه بيعمل عرضيه انتهت من عصر الكره من زمان قوي يا جماعه. بالظبط. انت بتعمل عرضيه بالونه بتطلع تطلع تطلع وتنزل. بالظبط. الناس بتتفرج عليها بالسلو موشن. حقيقي. انت العرضيات اللي بتتلعب بسرعه دي اللي بتبقى في ارتفاع متوسط مفيش حد لاحقها، هي دي اللي هتخش جوان. بقول لك ايه، انت لو اتفرجت على مصطفى محمد في اول البطوله كان عامل لقاء، وجي كان في سؤال بيقول له انت مين اكتر لاعب بتحب تلعب جنبه في منتخب مصر؟ هو سكت شويه حاول يكون دبلوماسي شويه، وبعدين في الاخر قال لك هو فتوح هو اللي دايما بيلعب لي كور بينشن، بيبقى عارف الكوره. انا شايف ان فتوح لو برجل واحده هو احسن من اي باك شمال. والا ما كنتش خدته. بالظبط. واخده معاده على الدكه ليه؟ بالزبط. يعني انت واخده خلاص خدته معاك، يعني ده هيلعب. ما لعبتوش اول ماتش قلنا لسه بيجي، طب تاني ماتش ايه هيلعب ايه؟ لما نخرج لما نروح يرجع يلعب في الزمالك كنت متجهزه لينا يعني مشكرين يا عم مش عايزينه. بس هو الموضوع دي المشاكل الرئيسيه اللي انا شايف ان مخليه شكل المنتخب بالمنظر اللي احنا شفناه. عندنا استحواذ. لا انا عندي مشكله كمان مع فيتوريا غير ده، معلش هقطعك. عندي مشكله كبيره مع فيتوريا، تغييراتك متاخره جدا 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 جدا. ده حقيقي. يعني انت حصل اصابه لصلاح نتكلم فيها بعدين، يعني خلينا نتكلم في الله اعلم حصل اصابه ولا لا، خلينا العلم عند الله. بس يعني ايه العلم عند الله؟ ما الله اعلم. يعني هيقع على الارض لوحده صحي؟ ما هو بص يعني هيقع على الارض لوحده يا عم، يعني ما انا قلت لك الله اعلم ما اعرفش، انا ما كنتش هناك يعني فما اعرفش، بس العلم عند الله. هو اتصاب فعلا ولا في حاجه غير اللي هو على فكره هو الله اعلم. بص قبل الكره اللي انا بحب نظريه المؤامره شويه، معلش انا زملكاوي فنظريه المؤامره زيك زملكاوي لوحدك. نظريه المؤامره ايه دايما؟ لا انا ما عنديش نظريه المؤامره. انت بس انا فاهمك حاجه، صلاح مش اللعيب اللي لما هيتعب ده ما بيلعبش في الدوري اللي عندنا اللي احنا بنلعب فيه، لا مؤاخذه دوري الشركات بتاعنا ده مش هو اللي بيلعب فيه، ده بيلعب في ليفل عالي جدا، اليوم بتاعه بفلوس كتير، جسمه بفلوس. فانا بلعب اول ما بحس بوجع بريح، هجرب اقرص عليها لقيت وجع جامد خلاص انا وقفت. لازم الدكتور يكشف عليا ويقول لي انا فيا ايه. هو متعود على كده من ساعه ما سافر، هو متعود على كده. ما تلعبش على اصابه، لان هو ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا ويريح يطلع يعمل شويه مساج ويعمل شويه كمادات ومش عارف ايه وبتاع وعلاج طبيعي واسترتشات ويبقى فت في يومين ثلاثه اسبوع بالكتير. وممكن يكمل ال 90 دقيقه قارص على نفسه ويطلع يلاقي عنده مشكله تفاقمت، وبدل ما كان هيريح اسبوع هيريح شهر. الشهر ده بقى مش هقول لك بفلوس كتير، بنقط كتير، بجوان بتروح للمنافسين، لاسيستات بتروح للمنافسين. هو بينافس يا جماعه على ليفل تاني خالص، لازم نبقى حاطين دي في اعتبارنا. انا معاك الجرينتا والمروح والمنتخب وكل حاجه، بس في الاخر انا مش هسيب نفسي عشان انا لو اتصبت المنتخب برضه خسران مش كسبان. فما تقنعنيش. انا معاك ان خروجه
اول ما خرج الجون دخل، انا معاك، ودي حاجه الفرقه غانا نفسهم فاقوا وحسوا ان في حمل اتشال من على دماغهم، وفي الجون جه من ناحيته والجون جه من ناحيته. بس هي خلي بالك مصطفى برضه فتحي رجع ورا قوي، عمل ميس باس في حته ما تنفعش، بسم الله ما شاء الله، الكره ما بين امام وعاشور، بس كان بعيد شويه ما لحقش يضغط على اللعيب، بس قدامه النني وحمدي فتحي الاثنين واقفين الاثنين في وسط السرد باكات، وهو راح من وسطهم هما الاثنين وراح شايط، والكره قنبله. والشناوي انا شايف ان هو مش الشناوي بس يعني، بس الشناوي احنا دايما متعودين عليه لما بيبقى فت بيبقى فيه ثقه. هو الفكره ان النهارده حاسس ان الشناوي متكهرب متوتر، المنتخب كله كان متوتر، بس الشناوي مش متعودين منك على كده. لا مش متعودين على فكره ان احنا اي شوطه تقريبا دلوقتي تخش جون خايف ان هي دخل الجون. الجون الكوره خبطت الجون الثاني، الكوره خبطت في عبد المنعم وهي داخله. بس الجون الاولاني برضو يعني ما اعرفش هل الموضوع كان بالنسبه لنا عشان احنا بنتفرج في التلفزيون فشايفين الموضوع صعب، بس يعني انا شايف ان الفكره لو ده لو الشناوي اللي احنا شفناه قبل كده في كاس العالم للانديه مع الاهلي ودوري ابطال افريقيا كان بيشيل كور ما تتشالش، وهو ده اللي مخليه في حته تانية زي ما احنا عمالين بنقول في البرامج طول الوقت، ده في حته تانية ده في حته تانية. فين الحته التانية اللي احنا فيها؟ فين الحته التانية اللي الشناوي فيها؟ ما هو دلوقتي بقى زيه زي اي حد في مصر، اي شوطه من بره ال 18 ممكن تدخل جون، ويا فرحتي بالحته التانية اللي الشناوي فيها. ما اعرفش هل ده بسبب ان هو قبل البطوله ما كانش جاهز بما فيه الكفايه لما حصل له الاصابه اللي حصلت في بطوله السوبر. خلي بالك بس انت ان اللعيب يرجع فت دي برضه يا جماعه لازم النقطه تدخلوها في دماغكم. مش بس ان اللعيب يرجع فت جسديا وعضليا نفسيا وذهنيا، لازم يبقى رجع له استقراره ان حس ان انا بقيت سليم وهقدر ارجع للمستوى بتاعي. طول ما هو مهزوز نفسيا ده هيأثر عليه عضليا. نقطه كمان من المشاكل اللي انا شايفها في فيتوريا، العند. انت بتعند، انت كده بتعند ان انت شايف ان مستواه وحش جدا جدا وما بيلعبش مع فرقته. خلاص يا جماعه، حكم السن بيحكم على الناس في ادوار معينه، هو بيلعب في مركز محتاج حد هارد وركر جدا طول ال 90 دقيقه. ده غير ان هو لازم يبقى عامل زي المرمطون بيتنطط على الكوره عشان يقطعها، هو مش قادر يأدي الدور ده. بلس انه ما بيعرفش يعمل ادوار هجوميه، مفيش ربط، انت مش عارف تحط لعيب يربط الفرقه ما بين ورا وقدام، مش موجود. لونج بول مفيش خالص، لونج بول خالص خالص. اي واحده بتروح منه لما بيقرر يعني ان هو خلاص بقى انا هعمل واحده طويله عاليه بدل بس ما دي مشكله في مصر كلها مش بس في النادي يا باشا. ما انت عندك يا باشا مروان عطيه قاعد بره على الدكه وجربناه ولعبنا معاه ولعب معاك في الماتشات الوديه قبل البطوله وعامل ماتشات حلوه مع الاهلي وشفناه الموسم اللي فات كان بيلعب وفكره نقل الملعب وكان بقالنا كتير فعلا ما شفناش حد بالجوده دي. اللعيب اللي بيقدر يباصي الكوره بالطول وبالعرض بيلعب اللونج بول بتوصل للعيب اللي رايحه له. فده اللعيب اللي احنا محتاجين واحد يبقى هو اللي بيلعب في نص الملعب، اللعيب الستة التقليدي لاين بلاي ميكر. هو هيبقى بلاي ميكر بس بيلعب في مركز ستة. انا هوزع اللعب من وانا ورا مش هزيد، اللي هيزيد اللي بيلعب قدامي سواء الميكر او الثمانية اللي بيلعب جنبه. يعني هنلعب 1 8 1 10 هتلعب بالاثنين ثمانيات، انا كده كده هبقى في مركز ستة، انا اللي بقطع الكوره ورا وبستلم من هي الفكره في ايه؟ احنا عندنا مشكله بقى، يعني لو خرجنا بقى من المشاكل الفنيه ودخلنا في المشاكل الفرديه بتاعت اللعيبه، انت النهارده ما عندكش ولا لعيب في نص الملعب عارف يستلم الكوره وشه لجونه ويستلم الكوره ويلف عشان يوزع لعب غير امام عاشور. ده امام ده لما اتحرر ده اخر الماتش، ده لما طلع النني، لكن قبل ما يطلع النني وانت بتلعب بالتركيبه بتاعت نص الملعب النني وحمدي فتحي وامام عاشور قدامهم، انت ما فيش يا باشا. خلي بالك اللي كان بيعمل بقى كده مين؟ كان بينزل لك مصطفى محمد من مهاجم لغايه نص الملعب يستلم الكره من النني ويلف هو وشه ويديها لمرموش ويجري، او مرموش او صلاح. بس صلاح ما كانش بينزل كتير لان كان دايما مطرفه. الماتش ده الماتش اللي فات كان بينزله، الماتش ده بيطرفه. فدي مشكله كبيره ان انت عندك تركيبه نص الملعب بتاعتك مش عارف تستفيد منها
بواحد يحرك اللعب لقدام. خلي بالك امام عاشور انفجر في الماتش ده امتى؟ انفجر لما بقى بيلعب في نص الملعب جنب حمدي فتحي لوحدهم. امام عاشور بقى خلاص بقى بتشوفه بالظبط. بيرجع ورا بيدافع بيغطي ناحيه الشمال ورا حمدي او جنب حمدي من ناحيه الشمال، محمد حمدي اقصد. وبتلاقيه بياخد الكرة الوحيد اللي بيعرف عنده جرأة ان هو ياخد الكرة يفتح بيها، ياخد يعني يستغل المساحة يجري ايوه بالكرة يعمل دريبل ويدوس على الكوره ويرقص ويحاول يعدي. ياخد الكرة من نص ملعبك لنص ملعبه وتاخد استحواذ. عمل الكرة دي مرتين في اخر ربع ساعة لما ما بقاش في نني، بقى في امام عاشور. ما بقاش امام عاشور في يعني مرتبط لا خلي بالك ان هو كمان لما سحب النني نزل تريزيجيه فحرر ان حمدي خلاص هو ثابت ورا لوحده وامام هيروح ويجي، وتريزيجيه دايما امام هيلاقيه يسند عليه. وده اللي كان بيحصل، يا بيفتح يسند على مرموش وتريزيجيه يتحرك، يا تريزيجيه هو اللي بيسقط ومرموش اللي بيتحرك. ده حقيقي. فلا فحررته، عرفت تستفيد منه انت. ما ده عشان كده بقول لك بيعند، كان بيعند. انا شايف كمان ان في مشكله على المستوى الفردي واضحه جدا في التمركز والتغطيه والرقابه. لا عارفين نتمركز في الدفاع صح، ولا عارفين نغطي على بعض صح. مش بنعد مين هيغطي على مين، ولما انا ازيد مين هيغطي مكاني. دي ضايعه خالص. بلس ان انت في التمركز بقى في العرضيات، في الكورنرات، في الكور الثابته، تمركزك في الكنافه راح في داهيه. عندنا قبل البطوله وعليهم كنا متوقعين ان دي نقطه قوه عندنا. بس الفكره ان فيتوريا ارقامه لغايه دلوقتي، ارقام فيتوريا لغايه دلوقتي في الماتشات اللي مسكها ارقام كويسه يعني حتى بالتعادلين اللي احنا متعادلين ارقامه كويسه بالظبط. بس مش هو ده اللي احنا كنا مستنينه منه، بالذات لان احنا كنا شايفين معاه شويه كوره مختلفه. حسينا ان احنا هنتفرج على كوره وزي سكسي فوتبول وتحركات وزيادات وهجمات. احنا النهارده ما عملناش ولا ما عندناش فرص، ما عندناش فرص. عندنا محاولات، في فرق كبير قوي بين المحاوله والفرصه. يعني ان انا يبقى عندي فرصه سواء بقى محققه او غير محققه، قريبه بعيده، غير لما يبقى عندي محاوله فرصه وما تنجحش اصلا. في ايه كمان انا شايف؟ ايه كمان انا شايف؟ صفه عامه بقت باينه قوي، ما كانتش ظاهره في ماتش موزمبيق قوي الا يمكن بعد ما دخل فينا الجون الثاني، او ما بين الجونين في الفتره اللي دخل فينا فيها الجونين. والماتش ده بقى من اوله توتر عام وخوف وقلق مش طبيعي. بقى انا لحد دلوقتي شوف احنا داخلين خلاص على يعني قربنا من صلاه الجمعه، بس انا لحد دلوقتي مش عارف افهم. هو لما محمد صلاح اتصاب مصطفى فتحي نازل يعمل ايه؟ وزيزو بادئ معاك اساسي اول ماتش في البطوله. يعني متعود على الاجواء، احسن لاعب في مصر السنتين اللي فاتوا بدون منازع. الحته بتاعته صريحه خلاص. كنا بنقول يلعب وينجر، يعني احنا مش محظوظين ان احنا عندنا زيزو بيلعب في نفس حته صلاح، فوظفنا زيزو في مكان مختلف عشان نشوفهم الاثنين في الملعب. انت دلوقتي يعني للاسف اضطريت ان انت تستغنى عن صلاح. زيزو فين؟ زيزو مصطفى محمد وزيزو ثنائيه. انت استغنيت عن ثنائيه فتوح ومصطفى محمد. قلت لك هو تغييراته متاخره، فيتوريا تغييراته متاخره، تغييراته غلط، وفي عند في التشكيل. انا ما اعرفش بقى هل ده صوته من دماغه ولا هو بيهيس. لا يا عم والله صوته، بس اللي بيحصل ده غريب. بيهيس حاجه وصوته من دماغه حاجه. صوته من دماغه لا انا عارف، انا ما فيش حاجه اسمها، ما فيش مدير فني هيقبل على نفسه ان حد يقول له لاعب فلان ما تلعبش. ايه اللي بيحصل ده؟ ده مش شكلنا مع فيتوريا في الماتشات اللي فاتت سواء في التصفيات. وانت تفتكر ان هو تفتكر ان هو هيسيب كل التصفيات ويجي بقى في الاساسي اللي هو البطوله اللي بيلعب فيها يسمع كلام حد فيسوح نفسه؟ لا، هي ممكن مديرين الفنيين بيبقى في فلسفه زايده، بس شويه افكار جت في دماغه هيطبقها زي جوارديولا كده لما بيتفلسف. بس بسم الله ما شاء الله التاني معاه شويه لعيبه ايه، لا بص بيعملوا اللي هو عايزه، فاهم؟ انت هنا يا باشا مشتك على قدك، فلما هو بيطق في دماغه فكره ما بيعرفش ينفذها، فبتلبس كده زي ما احنا لبسنا. بس ان شاء الله خير، وربنا يا رب يكرم بس كده ونغير شكلنا في الملعب. وانت شايف ان احنا لنا فرص في الصعود؟ بص انا لحد دلوقتي انا كنت متفائل. انا منزل فيديو النهارده الصبح بتفائل فيه وبقول للناس ما تتشائموش، وان احنا اصعب صعود كان في بطوله 86 وخسرنا قدام السنغال وكسبنا وصعدنا بفرق جول، فصعدنا بفرق جول. بس النهارده بعد اللي شفته ده انا ما شفتش رده فعل على ماتش موزمبيق. انت دلوقتي يا باشا عشان تصعد
محتاج حسبة بيرما حلوه كده. اولا ماتش بكره هيحدد انت المفروض تعمل ايه، هيعرفك انت سكتك ماشيه ازاي. الراس الاخضر لو ما كسبتش، انت مصيرك ما بقاش في ايدك. لو المنتخب غير شكله انت اللي احنا ماشي. اتكلمنا فيه من شويه، اللي هو ايه، اللي هو ما عنديش مشكله في الاربعه اللي ورا، يعني نفسي اشوف فتوح، بس ما انت عنديش لازم مشكله. انت مش لازم، انت لازم تشوف فتوح. ما عنديش مشكله يا حمدي سيدي. كويس دفاعيا، ما بيهاجمش خالص، زيادته الهجوميه ملهاش مش لازمه. هو ده اساس المشكله والله يا ابو، اساس المشكله في الثلاثه بتوع نص الملعب. ايوه. الثلاثه بتوع نص خلي بالك يا الملعب. صاحي ان انت عندك اتنين المفروض في نص الملعب بيلعبهم اتنين ارتكاز. الاتنين ارتكاز دول المفروض ان هم اللي هيساعدوا الاتنين الوينجات، يا اما هيقفل معاه لما يبقى عليه ضغط واحد على واحد فيخليهم اتنين على واحد، يا اما هيبقى هو لما الوينج الباك بيزيد هو اللي بيغطي مكانه. ده ما بيحصلش. بص يا جوجو، انا زي ما قلت لك، انا ان شاء الله انا لسه متفائل على كلامنا. انا بس ان شاء الله برضو بكره نلاقي الراس الاخضر. نفسي بس ما تكسبش على الاقل، ما تكسبش. اصل هو لو كسب بقى اول، خلاص بقى اول وصعد ومفيش، خلاص ما حدش هيكلمه. متخيل ان هو لو صعد او لو هو كسب بكره هيبقى ضامن الصعود متصدر. ايوه طبعا، ست نقط لوحده من تاني ماتش. وعندك في 3 فرق بقى، عندك موزمبيق وغانا في المركز الثالث والرابع كلها بنقطه، وموزمبيق في الاول عشان فرق الاهداف، ومصر معاها نقطتين عشان التعادلين، المركز الثاني بنقطتين. وهتلاعب المتصدر اللي عايز يفضل متصدر، وهو وغانا هيروح يلعب موزمبيق، فانت في حزب البرد. في حاجه بقى تانية خالص، لو موزمبيق قلبت الدنيا بكره كده ايه من كده لكده، عرفت ان مصيرك مش في ايدك. انت كلنا هنتفرج على ماتش بكره ونستنى مين هيكسبوا، هيتعادلوا، ده هيكسب ولا ده هيكسب ولا هيتعادلوا، وبعديها نبتدي ناخد الآلة الحاسبه ونحسب بقى. لازم نكسب الراس الاخضر، ولازم موزمبيق ما تكسبش غانا، ولازم غانا مش عارف تتعادل مع مين. دي حسبه تانية. انت وفرصك في الصعود قلت، ممكن لا تصعد تاني ولا تصعد من احسن توالي. وده لو انت اتغلبت بقى، لا ما انت لو ما انت ما تجيش تتغلب وتتعادل والكلام ده وتيجي تقول لي عايز اصعد، لا ما تهزرش برضه. انا بصراحه انت يا باشا اكسب ماتشك اللي جاي، مالكش دعوه باي حاجه. بص، وانت تكسب ماتشك اللي جاي تصعد تاني المجموعه ايا ما كان ايه اللي حصل. ده طبعا في حاله لو الراس الاخضر كسب بكره، ده كده يعني لو الراس الاخضر كسب بكره وانت كسبت الماتش الاخير هو اول وانت تاني، غصب عن عين التخيل. ده حقيقي. غير كده في سيناريوهات تانية هتحصل بقى، ونبتدي نحسب ونجيب زي ما بقول لك العيال حاسبه ونحسب. ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله. يعني انا متضايق بصراحه، متضايق جدا. كلنا والله متضايقين فعلا. والريال خسر فانا متضايق قوي. فيعني انا على اخر الصراحه. خرجنا من الغريم التقليدي، ودي حاجه انا ما بحبهاش، ان انا اخسر من سيميوني، بالذات سيميوني. فما علينا يعني. فبس متنكد انت يا بوبو. متنكد جامد يا صاحبي والله. ارسنال المدافع ما فكرنيش بقى هنرجعوا يوم السبت، ربنا يستر ونشوف هيعملوا ايه. المدافع المضروبه راجعين على بوكسنج. مدافع مضروبه مين يا ابني؟ احنا الجنرز يا ابني، احنا ملوك انجلترا دي، بس الزمن جرى علينا. الزمن جرى علينا بس والله والله الزمن جرى علينا. بقيتوا اسلحه فاسده خلاص. بقينا اسلحه فاسده. ردوا عليه. انا عايز كل المدفعجيه الارسنالويه القدام يردوا عليه في الكومنتات. فيعني كفايه رغي كده وطولنا عليكم. سيبونا رايكم في الكومنتات. شايفين المنتخب لسه فيه فرصه للصعود ولا كده خلاص روحنا؟ انا الصراحه ما بقتش متفائل، كنت متفائل لغايه قبل الماتش. وما تنسوش بقى اللايك، الكومنت، الشير، واشتركوا في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه، وسلام.